الواحات عن أكبر تخوفاتهم، فالجواب حتما سيكون البيوض. مرض يصيب النخلة فتكون النتيجة موت النخلة، ومعها تتبدد آمال الفلاحين في منتوج جيد. وضع دفع الكثيرين إلى إهمال أغراسهم أو التوجه إلى مدن أخرى بحثا عن مورد رزق. كان عندنا المشكل ديال البيوض منه. المشكل ديال البيوض كان هو تنقولوا السيده ديال الشجر تيقضي عليه دقه واحده، ولكن ما حنا بدينا تنهملوا ديك القضيه. غير شنا النخله الاولى بدات تموت بدينا تنهملوا الحرث، صافي النخله تيموت، ولينا تنضطروا باش نقضيو على بيوض تنكثروا له الحرث. ما تناد العام جوج تنحرثوا له حنا 4 باش يكون عندنا لوراندومون قار. مكافحة المرض بدأت بالاعتماد على طرق تقليدية، وفي مقدمتها غرس شجرة رمان بين نخلة ونخلة. دابا تقدمت الوقت ولينا تنحكتوا ما بين نخله ونخله رمانه. علاش؟ لحقاش الرمان تيطاكي داك المرض ديال البيوض، المرض ديال البيوض في المنطقه الرشيديه. بالنسبه للرمان، علاش؟ بالنسبه لحقاش هو الجذور ديالو مر حتى هو حتى تجي الحشره الرمان تلقى الحشره تتمشي في حالها. الاعتماد على الطرق التقليدية يصاحبه الدعم ومواكبة القيمين على القطاع للفلاحين، توزيع للفسائل المقاومة للبيوض، وتكثيف وتوسعة للواحات التقليدية. المكتب ديال الاستثمار الفلاحي اللي كيقوم به لمحاربه هذه الافه هذه اللي كنعرفوها كثيره وكتؤدي الى موت بزاف ديال النخيل، كيقوم بتوزيع فسائل انبوبيه ديال النخيل اللي هي مقاومه للبيوض، مثلا نوع النجده اللي كيقاوم البيوض، وكذلك كيفرق انواع اخرى اللي هي الفكوس المجهول رغم واخا انها حساسه للبيوض. سنة بعد أخرى استعادت واحة الراشدية عافيتها ومردودها في تحسن. هذه السنة 51,000 طن سجله المنتوج، وآمال الفلاحين باتت أكبر فأكبر.